السلام عليكم، تحياتي للجميع. صدقوا او لا تصدقوا، عمي التبون خرج داكشي باش وعد نفذ وحقق الوعد ديالو. شي حاجه خصنا نصفقوا ليها، ضروري نتكلم على هذا الموضوع. واخا تعطلت بزاف ولكن ضروري خصنا نتكلم في هذا الموضوع. عمي التبون خرج دشن قطار السريع من تمرست وزيد ليه. انا شفت الاخبار في واحد الفيديو، مقدمه ديال الاخبار قالت لك كاين نقط بزاف، ما عقلش شحال العدد ديال النقط اللي وعد بهم الشعب الجزائري. واش 17 ولا 19 ولا اكثر من 20، ما عقلتش بالضبط ولا ما عقلت. وعد الشعب الجزائري ولكن ما قالتش هاد النقط. قالت لك من ضمن هاد الشيء اللي باش وعد هو القطار السريع. والحمد لله على سلامتكم. معليش الانسان واخا وصل متاخر ماشي مشكل، المهم يوصل. واخا درتو هذا الشيء متاخر بزاف، يعني عقود الناس الاخرين داروا من مده طويله القطار السريع. كاين بزاف الدول، يمكن الدول الفقيره بزاف يمكن عندهم. حنا عندنا المغرب ماشي في نفس الامكانيات اللي عند الجزائر ولا عند باقي الدول الاخرين اللي عندهم البترول والغاز. عندهم يعني امكانيات مهمه بزاف. حنا عارفين الدول بحال الدول ديال الخليج اللي عندهم البترول والغاز، يعني ردوا الصحراء ردوها جنه. حنا المغرب ما عندناش هذه الامكانيات الضخمه، ولكن الحمد لله كنحقوا شي حاجه على حسب الامكانيات ديالنا بشويه. من كل الفتره ولا العاد معين كنحقوا شي حوايج احسن من العاد اللي قبل منه. بحال القطار السريع، يعني دار في الثمانينات دشن الحسن الثاني الله يرحمه. يعني القطار السريع من جيل ديال الناس الحسن الثاني، يعني الجيل ديال الحسن الثاني، يعني قديم بزاف. حنا في المغرب قرب باش التقاعد، يعني قديم بزاف. عندنا دابا الجيل الاخر يعني وصلنا لواحد واحد النوع اخر، حققنا واحد الهدف من هذا الشيء ديال القطارات، شي حاجه مهمه بزاف والناس يعني العالم كيتكلم عليه. الحمد لله. في الجزائر يلا عاد تشنا هذا القطار السريع. شتو يعني زوين، يعني حديث مستوى زوين. للاسف ما فرحوش به بزاف. يمكن النهار الاول فاش خرج يمكن ضربوه بالحجر، الشعب ضربوه بالحجر، حيت كيقول لك مثلا قال لك الضغط كيولد الانفجار. الشعوب اللي كتعيش الاضطهاد دائما كيكون عندها رد الفعل، والشعب الجزائري معلوم غير يكون عنده رد الفعل. هذا القطار ماشي شي انجاز كبير، كان المفروض يدار شحال هادي. كنا يعني قبل بوتفليقه خصو يدار، يعني قبال بزاف، كنا حتى دابا عاد دار. ولكن كاين بزاف د الحوايج مهم من عند الناس ما داروش، ما تحقوش. معلوم الناس ينتفضوا، يكون عندهم ردة الفعل من هذا الشيء اللي كاين. الجزائريين كتلقاهم دائما كيعايرونا: نتوما كتبوسوا اليدين، نتوما عبيد، نتوما شي حاجه هكا. كيحسب لهم دابا باش تقول واحد الشعب نتوما كتبوسوا اليد الملك ديالكم شي حاجه زعما شي حاجه كتنقص من الانسان، ولا كتنقص من الشعب المغربي، ولا تنقص من الملك المغرب. راه ما كتنقصش. نبوسوا اليد الملك ديالنا ماشي شي حاجه فيها اهانه ولا تنقص من المجتمع المغربي. ولا هذه شي واحد النقطه من 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 يعني من التقاليد. يعني الشعب عنده تقاليد، عندنا بزاف التقاليد ما كاينش عند الناس الاخرين. عاود كاين شي حوايج عند الناس الاخرين اللي عندهم الدول يعني عريقه وعندهم التقاليد، عندهم شي حوايج ماشي عندنا. حنا ما كنقلدوش بعضياتنا. كل الدول دابا اسبانيا غير جيران ديالنا، مملكه حتى هما مملكه وجيران، عندهم شي حوايج ما كنديروهمش حنا، ما يمكنش نقلدوهم.
عاود هو ميمكنش يقلدونا حنا، ولكن نتوما كتقلدوا، نتوما كتعايروا الناس، كتحاولوا يعني تبخسوا داكشي اللي عند الناس الاخرين، ولكن كتقلدوه، ما كرهتوش تكونوا بحالهم. نتوما كتقلدونا كتقولوا نتوما كتبوسوا اليد مالك، ولكن نتوما التبون خرج مره واحده دشن لكم قطار السريع اللي قلتلكم قديم، الناس الاخرين عندهم قديم، وكتبوسوا له اليد. يا ريت كتبوسوا اليد غير التبون ديالكم منكم وليكم، كتبوسوا اليد ماكرون بوسوا اليد الرئيس ديال فرنسا. انا كمغربيه يحكموا عليا بالاعدام، يخيروني بين نبوس اليد الرئيس ديال فرنسا ونتحكم بالاعدام، نختار نموت وما نبوسش يد الرئيس ديال فرنسا. غير الانسان يشوف فيه حاشا الناس يبغي التقيه، تشوف ماكرون تبغي التقيه، نبوس اليد لماكرون. اولا لا يعنيني في شيء، ثانيا ما خلى ما قل على الرسول عليه الصلاه والسلام، على الشعب الجزائري، ها الناس ما خلى ما قل نبوس له اليد. نتوما كتبوس اليد ماشي غير ليه هو، يعني الحكام من فرنسا كاملين كتجيو كتعايروا المغاربه كتبوسوا اليد وكتقلدوا. خرج التبون كتبوسوا له اليد حتى هو، كديروا داكشي اللي كيديروا الناس الاخرين كتقلدوا. ايوا نتوما ما ديروش كديروا هكا، مادام حنا داكشي اللي كنديروا حنا كتشوفوا غلط، كتشوفوا شي حاجه طايحه ماشي شي حاجه كتشرف، علاش كديروا نتوما هكاك؟ علاش كتكبروا بالتبون كتبوسوا له اليد كتزغرتوا كتفرحوا به كتديروا شحال؟ علاش؟ المفروض ما ديروش هكاك، ديروا داكشي اللي كتقولوا لينا ديروا حتى نتوما. ما تبوسوش الرئيس ديالكم يجي عندكم عاملو عادي بحالو بحال مواطن عادي، راه غير مواطن ماشي ملك. راه كاين الفرق بين الملك وبين الرئيس التبون. الملك ديالنا حنا والرئيس ديال الجزائر كاين فرق كبير من جميع النواحي. حنا كنكبروا به كنبوسوا له اليد بحيث الملك ديالنا، الملك تعرفوا شنو هو الملك؟ الملك ديال الدوله ديال المملكه، هو ملك. اول مغربي ولد بلادنا، تربى معنا، خلق معنا، كنعرفوا باه وجدو جدو تتوصل الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني هو ملك ولد الملك حفيد الملك حفيد الملك حفيد الملك، حتى تمشي في السلسله تتوصل للرسول عليه الصلاه والسلام. حفيد ديال الملوك توصل حتى الرسول عليه الصلاه والسلام، حفيد الرسول عليه الصلاه والسلام. كاين فرق كبير بزاف. ولكن التبون شوفوا جزائري ولد الجزائر، رئيس ديال الجزائر، ولكن شكون هو باه، شكون هو جدو، شكون هو؟ الا مشيتي غتلقى باه جدو يهودي ولا نصراني ولا كان مجوسي ولا ما شكون هو. احنا ما كنحتقروش حتى شي واحد، ما نحقروش الناس، ما نهينوش الناس، ولكن كنوضحوا نتوما باش كتكلموا كتعبروا على المستوى ديالكم. الانسان كيشتم، اللي كيتكلم في الاعراض، اللي كيهاجم الناس كيعبر على راسو. انا شحال تكلمت دابا تقريبا 9 دقائق، ما تكلمت لا في الشرف ديال الجزائريين ولا ديال الرئيس التبون ولا في مراته ولا في بنته ولا في شي جزائريه، ولا ما عمري ذكرت شي جزائري في الشرف ديال الجزائريات. وكاين المغاربه بزاف ما كيتكلموش في هذه المواضيع، ما كيردوش على الجزائريين في هذه المواضيع، عندهم يعني شي حاجه مستحيل. ولكن كاين واحد الفئه من المغاربه كيردوا، كيشوفوا الجزائري دار فيديو كيتكلم على الشرف ديال المغاربه، كيهاجمنا، كيتكلم على شي حاجه اللي كتسيء المغاربه، كيحاول يسيء، هو ما يقدرش يسيء، اللي كيبغي كيسيء الراسو. كيردوا عليكم الاعلام ديالكم والابواق ديال النظام ديالكم كيردوا. فاش كتدخلوا نتوما الا نتوما مواطنين عاديين، نتوما يعني كتساندوا هاد الاساءه، نتوما يعني كتبناو الاساءه كتسيئوا. الا نتوما يعني من الذباب الالكتروني ديال النظام الجزائري، احنا راه عارفين
كاين واحد الفئه يعني ذباب الكتروني بصح، ولكن كاين واحد الفئه ماشي هكاك جزائريين. كما كيقولوا هما عندنا النف عامر بخنونه. النف عند ربي عطاك العقل ماشي بالنف. حنا ما كنتعاملوش بالنف، ما كنتكلموش بالنف، ما كنتعاملوش مع الناس بالنف، كنتعاملوا مع الناس بالعقل وبالاخلاق. الا شي واحد سأل ليا نرد عليه بعقلي ماشي بالنف. اللي بغى يسيء ليا نرد عليه بالعقل ديالي، على حسب داك الانسان شكون هو، المستوى ديالو، وعلاش بغى يسيء. يعني نقرا بحال الكتاب عاد نرد عليه. ولا شي واحد شتو انسان غير حمق، غير مريض نفسيا، عنده مشاكل، انسان متخلف، غنبقى نصدع راسي معاه عارفه. ما حتى رديتي عليه ما غاديش تصلح حاله. هادشي اللي بغيت نقول. السلام عليكم. هانئا لكم القطار الشعب الجزائري. نتمنى هذا التبون يرجع يعني رئيس العهده الثانيه، باش يطول حتى هو، باش حتى هو يدير شي حوايج في الجزائر زوينين. المغاربه ما غاديش يسخاو به. نتوما يمكن ما تبغيوش، كاين واحد الفئه كبيره من الشعب الجزائري ما غاديش يبغيه، طبيعي. حنا شفنا في المظاهرات الناس كيعبروا يعني الشعب الجزائري ما بغاوش يعني هذا الشيء تفرض عليهم، هذا السيد تفرض عليهم بحال الاخرين. ما هذا الشيء اللي كاين، وكنتمنى الله يدير لكم التويد الخير. هذا الشيء اللي كاين. اما المغاربه والله ما كرهوا يرجع، بحيث واحد الانسان فريد. انا شخصيا ما كنكرهوش، واخا شحال من مره كيسيء لينا، ماشي داكشي كيسيء لينا سياسيا يعني باتفاقيات مع الدول وداكشي ديال الفلوس، لا غير بالكلام. ما كنتكلم غير بالكلام، كيسيء لينا بالكلام. وقت ما لقى فرصه كيتكلم على المغرب بالسوء. الانسان اللي كيتكلم على السياسيين المغاربه، الملك المغرب والسياسيين المغاربه والمؤسسات المغربيه ولا الشعب المغربي كلشي راه كيسيء للمغاربه. اللي كيتكلم على الملك ديالنا راه كيسيء لينا المغاربه. وما الحكم الجزائري دائما كيبغيو يعني ما خلاو ما داروا ضد الشعب المغربي. وكيفاش بعض الناس كيقول لك لا هما ما عندهمش مشكل مع الشعب، مع من؟ هادشي اللي كديروا كاع ضد من؟ ضد في الحوت ديال المحيط الاطلسي، كديروا ضد الشعب المغربي. ولا هاد البلاد شكون ديال من هاد البلاد. وهاد هادشي اللي بغيت نقول. السلام عليكم.